يعني من اولى مبادئ الحريه حريه الاعتقاد. ربنا بيقول في القران فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني فحريه الاعتقاد اولى مبادئ الحريه، ان يكون الانسان مسلما او مسيحيا، او يكون مسيح يترك المسيحيه ليسلم، او مسلم يترك الاسلام ليكون مسيحيا. لا دخل لاحد في هذا، والدوله مسؤول عن حمايتي كمواطن في عقيدتي التي اختارها بمحض ارادتي، ولا دخل لاي طرف، لا اسلامي، لا دخل للازهر، ولا دخل للكنيسه حينما يكون المسلم مسلما او المسلم مسيحي او المسيحي مسلم. حق الاعتقاد مكفول، والزج بمصطلح الرده هنا او بالحد الرده لا مكان له. الرده ليس حد للخروج للانتقال من الاسلام لغير للمسيحيه والعكس. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعال بص لي كده اللي موجودين. واحد من اللي موجودين وانا مش عايز اذكر اسماء وعندي الادله، واحد بيقول لك بالنص كده، بالنص المسيحي يبقى مسلم هو حر، المسلم يبقى مسيحي هو حر. الله الله. وما تزجوش بحد الردة في الموضوع. والله العظيم اللي يقول هذا الكلام عن عقيدة اقسم بالله يرتد عن الاسلام ويكفر ويطلع بره الاسلام. لان عندنا الحدود في الاسلام، من ينكرها يبقى مرتد عن الاسلام لانه انكر معلومة من الدين بالضرورة. ده كلام ده داخل قبل ما يخش بينكر الحدود. امال لما هيخش ايه؟ هيطبق الحدود. لما يقول يجب ان نعترف باسرائيل، الفلسطينيين يعترفوا باسرائيل وما بيتكسفش يقولها بالانجليزي ويشود ريكوجنايز يا ربي، تعترف باسرائيل ويشود ريكوجنايز اسرائيل. حسبي الله ونعم الوكيل. محتلين ارضنا، ده بيغازل مين ده ولا بيعمل ايه ده؟ وغيره